السبت بتنخفض الحرارة بشكل كبير. إذا بده ينزل بينزل شوية ثلج بدها تكون متواضعة، ما فيها هذيك الكميات الكبيرة يعني، لأن الكتلة بدها تاخد مسار قاري جافي. كان التوقع أنه تفوت صوب البحر وتمدنا كمية كبيرة من الأمطار والثلوج. الموضوع ما حدث ذلك، ظلت متمركزة الكتلة فوق تركيا. يعني ممكن تسجل في البقاع ممكن تتراوح بين 6 و2 درجات تحت الصفر. لحد هلا فينا نحكي للسبت، لحد السبت، مش رح نفوت لبعد السبت، لأنه ممكن يصير في أي تغير، لأنه أحيانا متغيرات جزئية عم تعطي نتائج كبيرة. بس الجليد والصقيع مستمر الأحد والثنين والثلاثة وحتى الأربعة، بيضل في جليد، بيضل في برد. ممكن تبطل المي تنزل عنا بالبيوت بالحنفيات، فبدنا نحتاط لهذا الموضوع. نسكر قفل الخزان، بنسكره منشان ما تنفجر الأنابيب، هاي وحدة من الخطوات. طبعا ما ننتبه للسيارات كمان، السيارة اللي ما فيها دواء جليد كافي في احتمال انه يصير فيها انفجار، لانه بده يتمدد الماء على التجمد، بيتمدد وبيخرب السيارة. فما ننتبه بالدواء الجديد، ما ننتبه كمان شو ما نلبس، كيف نروح كذا. هذه مسائل ضرورية. ضروري كمان نأمن وسائل موارد التدفئة اللي هي طبعا بعتقد بالقرى كل الناس بتكون مجهزة لهذا الموضوع.